تحل اليوم 31 من أكتوبر الذكرى 55 لمؤتمر الصمود والتحدي بمدينة الحسنة بوسط سيناء، الذي أفشل خلاله مشايخ بدو سيناء محاولة إسرائيل. أهلا بيك في أوقح محاولة سطو مسلح على الجغرافيا في التاريخ. القضية مش مجرد حتة أرض رجعت لأصحابها، القضية هي إنك إزاي تصنع دولة وهمية من العدم. لقوا إيه؟ تجيب شهود زور دوليين ويختموا على الورق كمان. في 31 أكتوبر 1968 شبكة البي بي سي ووكالة رويترز بعتوا مراسلينهم لقلب الصحراء، كانوا رايحين يغطوا حدث متفصل على مقاس الاحتلال بالظبط. مؤتمر كان هدفه يحل الأزمة اللي عمالة تكبر، وهو مؤتمر إعلان استقلال إقليم سيناء. والحقيقة هي كانت لحظة فارقة في تاريخ مصر والشرق الأوسط كله. بس في مسرح الجريمة ده المتهم ما كانش شخص، المتهم كان فكرة إنك إزاي تسرق 6% من مساحة مصر وتقنع العالم إن دي مجرد تصفية حسابات. جهزوا نفسكم عشان إحنا هنفتح ملف القضية اللي بدأ من آلاف السنين وانتهت إن المجرم اضطر إنه يهد بيته بإيده وهو خارج. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه هنا في مسرح الجريمة، إيه اللي يخلي سيناء تبقى إقليم مستقل؟ علشان نفهم عقلية المجرم لازم الأول نعاين محل الواقع. المتهمة اللي قدامنا دي أهميتها مش بس في مجرد إنها مليانة ذهب وبترول أو مجرد إنها شهدت أحداث دينية عظيمة. الجريمة الحقيقية إن الأرض دي بتمتلك أهم سجل في التاريخ العسكري البشري، ودي محطة استثنائية. مفيش جيش كان في الشرق الأوسط بيعدي من المحطة دي إلا وكان بيدفع الكارت. الملك تحتمس الثالث لوحده، الراجل ده كان مخلصها، عدى بجيوشه من هناك 17 مرة. لو بصيتوا معايا على خريطة سيناء هتعرفوا سر اللعب. يعني حدودها من الشمال البحر المتوسط، وفي الجنوب شرم الشيخ والبحر الأحمر، وفي الغرب عندك خليج السويس وقناة السويس، وطبعا في الشرق في خط حدودي بيفصلها ما بين فلسطين والأردن. والخط البري ده هو بس مفتاح الجريمة. ده بقى الممر التاريخي اللي كان بيوصل ما بين سيناء وبلاد الشام. المعادلة الاستراتيجية هنا عاملة زي لعبة الضمنة، اللي يسيطر على فلسطين يهدد خط دفاع سيناء الأول، اللي يسيطر على خط الدفاع ده يتحكم في سيناء، واللي بيتحكم في سيناء بيتحكم في خط دفاع مصر الأخير، واللي يسيطر على دفاع مصر الأخير يبقى ماسك سكينة على رقبة وادي النيل كله. لما المؤتمر بتاع 1968 فشل ذريع، الصدمة كانت مرعبة لكل شخص مستني يسمع بس خبر الانفصال. بالنسبة للمستوطن الانفصال ده كان بس مجرد البداية، علشان يتولد كمواطن جديد ويرمي ماضيه وراه. شخص هربان من أفكار عاش مسجون جواها، كان إنسان مستعد إنه يتخلى عن إنسانيته عشان الأرض مجتمعه أقنعه إنها بتاعته من قبل أصلا التاريخ ما يبتدي، وإنه لازم يرجع لها. الإنسان ده ما كانش هيوقف محاولات أبدا. أمنية دي كانت ممكن تبان بعيدة، بس مين أصلا اللي خلاها ممكن؟ عايزين نقول إن فكرة انفصال سيناء كانت أقدم من كده بكتير. كل عملية نصب كبرى بتبدأ بعقل مدبر بيعرف يتكلم كويس. وصل اسكندرية شاب مجري متحمس جدا انه يجمع اليهود في مكان واحد. الشاب ده هو تيودور هيرتزل، والشاب ده ما كانش الوحيد اللي فكر في الفكرة دي، بس هو أول واحد عرف ازاي يبيعها، وما لفش كمان عشان يبيعها لأي حد، ده لف كعب داير على القوة العظمى كلها. الضوء الأخضر ظهر لما اللورد لانسداون وزير الخارجية البريطاني بعت له بعض الرسائل اللي بتدي أمان، واتحركت فورا لجنة من 5 خبراء لدراسة قيام دولة لليهود في سيناء، ودي كانت أول خطوة فعلية على الأرض. هرتزل قدم مذكرة رسمية باسم مذكرة سيناء، ورغم ان اللورد البريطاني نبهه وقال له ان الإدارة المصرية مش هتقبل بالكلام ده، هرتزل كان مراهن انه خطوة سيناء مفيش منها مفر في خطته. كان بيلعب على وتر المصلحة، بيعرض على الإنجليز عرض ما يتفرطش فيه. ادوني سيناء وانا هعمل لكم فيها دولة عازلة تحمي مستعمراتكم في مصر من هجمات العثمانيين. بس الجريمة دي باظت لسبب ساخر جدا. الامكانيات التقنية سنة 1903 كانت ضعيفة قوي، ما كانوش عارفين يوصلوا مية لسيناء من ترعة الإسماعيلية او يبنوا صحارات تحت قناة السويس. وفوق ده الانجليز خافوا من غضب الشعب المصري اللي اصلا ما كانش طايقهم. لكن المجرم ما بيقفش. ازاي بقى تقنع العالم بفكرة مجنونة؟ هرتزل قرر انه يعامل الحركة الصهيونية في العالم كأنها ستارت اب، والستارت اب محتاج ايه؟ اكيد ميديا، يعني صحافة. هرتزل استخدم الصحافة عشان يضغط ويساوي، وكان معتقد ان امتلاكه لجريدة كبيرة
أكنه بيمتلك سلاح من الفولاذ يقرر بيه سياسات ويبني بيه علاقات. الفلسفة دي بقى نجحت لما استلم رسالة من ماركو باروخ في القاهرة بيهنيه انه أسس أول فرع للمنظومة الصهيونية في مصر. متخيل راجل قاعد في النمسا وتأثيره ممتد لهنا مصر على مدار 10 سنين، بقى فيه 8 جمعيات و6 جرايد بتروج للفكرة بتاعته. الحمد لله ان هرتزل مات بعد رحلة سينا بسنة، بس للأسف أفكاره ما ماتتش وساب للي بعده أهم معضلة: أرض الوطن. خلفاء هرتزل لقوا نفسهم قدام سؤال فلسفي خطير: ماذا يعني الوطن؟ علشان نعرف إجابتهم لازم نقرأ مذكرات رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن. شوف بقى بيقول ايه: أنا مناحم بن زئيف بيجن أقسم بأننا لا نتخلى عن أي قطعة أرض من أرض إسرائيل. هذا هو وطننا، ولا يحق الأحد أن يطالبنا بالاعتذار عن وجودنا فيه. الإجابة دي طبعا مش إجابة طبيعية. بيجن ما كانش بيتعامل مع خريطة، ده كان بيتعامل مع الوطن ده كأنه قطعة ليجو. نبدأ بقطعة أرض صغيرة وبعد كده تكبر شوية بشوية بشوية. أقعد بقى أضم أراضي في الشمال وأضم أراضي في الجنوب، يمين وشمال. المبرر على طول جاهز: طول ما في إحساس بالتهديد يبقى وجودهم العسكري على أي أرض لإزالة هذا التهديد. وده المبرر. ما كانش واضح للعالم أرضهم منين لفين بالظبط. هل بس هتكتفي بسينا ولا فلسطين، ولا دي دولة بتفتح قوس ومش بتقفله؟ الأجيال اللي بعد هرتزل نجحت إنها تبقى موجودة على أرض فلسطين، وموازين القوة اتقلبت طبعا. بريطانيا اللي كانت صديقة امبارح بقت عدو دلوقتي، زي ما حصل بالظبط في حرب 1956، أو كديش زي ما الرواية الإسرائيلية سمتها. إسرائيل دخلت الحرب عشان تنتهز الفرصة وتضم سينا، بس اضطرت تتنازل عن مكاسبها اللي ما كملتش شهور بسبب ضغط امريكا والاتحاد السوفيتي عليها. كانوا بيشكلوا وعيهم ان هم على طول في حاله حرب دفاعيه، بيخلق اسطوره مستمره عشان يبرر سرقه اي حاجه مش بتاعته. الشرق الاوسط على طول بيغلي، والجرايد الصهيونيه اللي كانت على طول بتتكلم بس عن استحياء عن امكانيه يعني وجود وطن في سينا كحل مؤقت، هي نفسها اللي كتبت بالبونت العريض يوم 6 يونيو 67 بعد تدمير سلاح الجو المصري. صحيفة هارتس الصهيونية كتبت: جيش الدفاع الإسرائيلي يسيطر على قطاع غزة وبعض الأجزاء من سيناء. وصحيفة معريف كتبت إن الجيش بقى على ضفاف قناة السويس والخليل والمسجد الأقصى. وسط العواصف دي بيظهر مشهد سريالي. لسه واصلين إسرائيل من 6 شهور بس، بيعملوا مظاهرة وبيوقفوا وزير الإسكان الإسرائيلي بطلب واحد: عايزين يسكنوا في يميت في قلب سينا. يميت بالعبري يعني بحري أو عروس البحر. يميت اتبنت سنة 1975 بين رفح والعريش. استهدفوا إن هم يبنوا فيها 350 وحدة سكنية. بنوا بقى كام؟ 185 وحدة ومدرسة ومراكز تجارية وعيادة. البنية التحتية كانت مرعبة: محطة طاقة، نظام صرف، شبكات إنارة. الأهم من ده بدأوا يشتغلوا على ميناء مياه عميقة يكون ثالث أكبر ميناء بعد تل أبيب وحيفا، ومطارات بقى دولية ومنتجعات ومناطق لصيانة الطيارات. وزير الدفاع الإسرائيلي موشي ديان قال بوضوح: الحدود مش بس اللي بتترسم على الخرائط، الحدود بتترسم من خلال المستعمرات. يميت ما كانتش مجرد مستوطنة، دي كانت ستارت اب في حلم هرتزل في بداية الدولة العازلة، بس لصالح إسرائيل. سيطروا على الممر البري وحققوا تأمينه. بس الأهم إن يميت دي كانت مصنع لصناعة إنسان جديد، إنسان بيبدأ تاريخه بمجرد إنه بيلمس الأرض دي، إنسان قطع صلته بالماضي وملوش أي وطن غير إسرائيل. صورة المواطن الجديد دي سموها الصبرة، وده لفظ بيوصفوا بيه الجيل الأول من سكان المستوطنات على اسم نبات الصبار. التسمية بتوحي إن هم خشنين من بره بس ناعمين من جوه وفيهم خير قوي. المؤرخ ليدل هارت وصل بيه الغرور إنه لما اتسأل إزاي نهزم الجيش المصري قال إن هم مش هيحاربوا، موشي ديان بس هيعدي البحر الأحمر زي ما موسى عدى ويغرق جيش فرعون وراه. يميت كانت مجرد مكعبات بيضاء بتعكس حاجة أخطر: متلازمة المسادة. القصة دي عن حصن يهودي دمروا الرومان، ومن ساعتها وهم بيشكلوا وعيهم على فكرة الخوف والعزلة. المستوطنة كانت متكاملة ومنعزلة تماما عن جيرانها ومن أبناء شعبهم كمان، زي ما بيحصل في الأحياء المتشددة جوه إسرائيل. الجيل ده عاش 15 سنة وهو مقتنع بالخرافات دي كلها. وكعادة الرواية الإسرائيلية في محو الآخر، قتلوا وهجروا طبعا أهل سيناء البدو وخدوا أرضهم اللي كانوا بيزرعوها لوز وزعتر. سكان سيناء كانوا في اشتباك دايم مع الوجود الإسرائيلي وسط ظروف حصار مرعبة. وهنا إسرائيل بتقدم عرض للشيوخ القبائل: اعلنوا سيناء
اقليم مستقل وروح قول قدام العالم كله ان ده قرار. فاكرين مؤتمر الحسنة سنة 1968 اللي اتكلمنا عنه في اول الحلقة؟ شيوخ القبائل عملوا نفسهم موافقين، وده كان بتخطيط عبقري من المخابرات المصرية. وايه بقى؟ موشي ديان كان حاضر بنفسه، ضامن هيمضوا، هيخلصوا. بس اول ما الميكروفونات اتفتحت وقف الشيخ سالم الهرش ممثل القبائل وضربهم في مقتل. قال كلمته التاريخية إن سيناء جزء أصيل من مصر، وإن السيادة المصرية هي السيادة الوحيدة على هذه الأرض، وإنهم لو عايزين يتفاوضوا مع مصر إن هم لازم يكلموا زعيمها جمال عبد الناصر. يا ولاد اللعيبة، المؤتمر بقى اللي كانوا جايبين وكالات الأنباء تغطيه اتقلب لفضيحة مدوية، وطبعا تم التعتيم عليه فورا لمداراة خيبة الأمل الكبيرة. الضربة دي كانت أول شرخ في جدار الصبار اللي فكروا يزرعوه. بعد ملحمة العبور في 73 الحل العسكري وصل لنهايته، ما بقاش فاضل غير وسيله الترابيزه والمفاوضات. الحل السياسي ما كانش سهل ابدا، المبدا المصري كان ثابت، ولخصه الجغرافي العظيم جمال حمدان لما قال ان انسحاب يونيو 67 ينبغي ان يكون بعد التحرير آخر انسحاب مصري من سيناء في التاريخ، كما ان خروج اسرائيل في 73 ينبغي ان يكون آخر خروج من مصر منذ يوسف وموسى. المفاوضات بين مصر واسرائيل استمرت 10 سنين من 78. وزير الدفاع الإسرائيلي عيزر فايزمان تقريبا كان راكب الطيارة من القاهرة لأسوان وقابل الرئيس السادات وقال له بجملة كلها غرور وبجاحة: الرحلة أخذت ساعة وربع، إسرائيل دولة صغيرة ولو خدت بس الطيارة دي لمدة ساعة وربع هروح بغداد. ومنطقة رفح فاضية وبتمثل تقريبا 1% من مساحة مصر. الراجل كان بيتسول البقاء في سيناء بحجة إن مساحتها كبيرة، ادينا حتة والنبي. النقاش حوالين التواجد الإسرائيلي اتكرر 4 مرات، في اسكندرية وفي أسوان وفي قصر الطاهرة وفي الإسماعيلية، وفي كل مرة كان الرفض المصري قاطع والرسالة كانت واضحة: سيناء مصرية كاملة. وفي 25 مايو سنة 1979 بدأ الانسحاب الإسرائيلي من سيناء في عملية سميت بالحمامة الحمراء بتسليم العريش بعد 15 سنة احتلال. تكلفة تفكيك المستوطنات والقواعد الجوية وصلت تقريبا ل5 مليار دولار، وده بحسبة الثمانينات. زي ما سمعنا بن جوريون بيقول إن حدود إسرائيل تكون حيث يقف جنودها. اتفرجنا على جندي إسرائيلي بيجبر مستوطن إسرائيلي إنه يخلي بيته بالقوة. هم دفعوا مليارات عشان يبنوا الحلم، وفي الآخر هدوه بايديهم حرفيا. المستوطنين اعتصموا فوق الاسطح، والجيش الاسرائيلي بيتعامل معاهم بعنف في مشهد بيتحفر في الذاكره. المضحك المبكي ان بعض اللي تم اخلاءهم من يميت راحوا استوطنوا في غزه، والجيش رجع طردهم تاني سنه 2005. هو ده ما لفتش نظرهم لحاجه؟ يوم 25 ابريل الساعه 11 الصبح اخر لواء بيخرج من الحدود المصريه بعد ما اشرف على تفكيك كل القواعد وكل المستوطنات وانجز مهمته، وبكده يكون آخر جندي إسرائيلي بيرحل عن سيناء. وبناء على ما سبق المحكمة بتصدر حكمها بأن مساحة 6% من مصر دي مش مجرد رملة، دي السيادة والكرامة اللي ما تتقدرش بأي مال. وعشان كده عزيزي المشاهد احنا بنحتفل بعيد تحرير سيناء، أو زي ما قال: ما ضاع حق وراءه مطالب. القضية اتقفلت. سلام.